بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم جماهير النصر في كل مكان. نرحب بكم من هنا من مقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم في فندق راديسون بلو في أبو ظبي، حيث البطولة الثانية الدولية التي ينظمها نادي بني ياس الإماراتي. يسرنا باسمكم أن نرحب بمدير البطولة الأستاذ مسعد الحاثي. رحب فيك أبو هزاع. الله يخليك، تشرفونا. الله يعطيك الصحة والعافية. نبارك أول شيء لكم نجاحكم في تنظيم البطولة، وهذا ليس بغريب على أندية الإمارات ونادي بني ياس تحديدا برئاسة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان. في البداية نود أن نعرف انطباعكم بعد ختام البطولة ونهايتها. والله اللي حاب اني اقول اول شيء، احنا تشرفنا بوجود النصر السعودي والصفاقسي التونسي والجيش السوري وفريقنا اللي هو بني ياس في هذه البطولة. الهم كان فيها، تعرفون مرحلة إعدادية، كان الهم إعداد الفرق هذه. فالحمد لله أنا أعتبر النجاح نجاح الإعداد لكل الفرق، ونجاح البطولة كانت بتواجدكم بتكاتفكم أيضا معنا كفرق جاية عريقة وكبيرة. ومثل ما قلت لكم بداية وصولكم هني، نتمنى أنها تكون بداية عودة النصر السعودي للبطولات وحن وياكم. هذا أنت ذكرت لي بالمناسبة أبو هزاع، ذكرت لي قبل بداية البطولة، وللأمانة يعني ذكرت لي حرفيا أن النصر، توقعت أن النصر يحصل على البطولة وأن تكون له فاتحة خير لبطولات قادمة. سر هالتوقع هذا أو والله شوف، الفوز بالبطولة أنا أعتقد الفوز هو من يجهز لاعبينا أكثر. يعني الفوز بالكاس طبعا هو مسألة شرفية، وما كانت البطولة تنافسية بقدر ما هي النصر أو إحنا كبني ياس كان إعداد اللاعبين، خاصة اللاعبين الصغار. إحنا عندنا لاعبين مرتبطين مع المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، وأنتم كذلك، وحتى الصفاقسي والجيش السوري. فالحمد لله أن هذه البطولة أثرتنا بلاعبين جداد، لاعبين قادرين يكملوا مسيرة اخوانهم اللي متواجدين، او اللي يعني مثل ما تقول الصغار هذيلا ياخذون فرصتهم من خلال هذه البطولة. صحيح. ابو هزاع بسألك بالنسبة طبعا هذه البطولة الثانية اللي ينظمها بني ياس، الفرق بين البطولتين، البطولة الأولى والبطولة الثانية؟ والله الفرق أن البطولة الأولى كانت من البطولات عندنا، يعني كانت تضم فرق أيضا عريقة، يعني مثل الهلال السوداني، الوحدات الأردني، عندك المحرق البحريني، أيضا كانت فنيا ممتازة. لكن هذه جت بداية الموسم، هذه كانت بين الدور الأول والدور الثاني. بالنسبة لنا تحضيرنا لهذه البطولة كان أفضل من الناحية من ناحية الوقت. الاختلاف اللي يعتبر أنه هذه توقيتها في رمضان وهذيك في، فتعرف أجواء رمضان عندنا تختلف في الخليج. صحيح. طيب أبرز المكتسبات اللي خرجت بها البطولة أبو هزاع، كيف من وجهة نظرك تراها؟ والله العلاقات الطيبة. جميل. يعني أنا سعيد كأحد عناصر أسرة نادي بني ياس بوجود نادي مثل النصر أو الصفاقسي أو الجيش السوري أو أي فريق كان بيمثل نادي أو بلده في دولة الإمارات. العلاقات الطيبة إن شاء الله، هذه أنا أقول تجديد وتفعيل للعلاقات إن شاء الله، اللي ما نتمنى أنها تنقطع، إن كان منا ولا منكم إن شاء الله. الله يسلمك. أبو هزاع طبعا أود أسألك أيضا، ما هي استراتيجيتكم أو رؤيتكم المستقبلية نحو بطولة بني ياس الدولية؟ هل هناك تطوير البطولة، زيادة الفرق، أو يعني أفكار جديدة تحملها البطولة القادمة؟ ما في شك، هي احنا دائما في اي بطولة نقيمها، احنا في بطولات كثيرة خلال هذه السنة نظمناها، مش على مستوى كرة القدم، على مستوى حتى البطولة العربية لكرة السلة. بعد كل بطولة يكون في تقييم لأي بطولة، ندور شو الجديد، شو اللي ممكن. احنا اول شيء تحدد اهدافك، طبعا ما في شك تحدد اهدافك، شو المطلوب من هذه البطولة. يعني مثل هذه البطولة أنا كنت أو أنا والأخوان فريق العمل كان همنا الفرق اللي هي تثري البطولة فنيا. يعني ما اهتمينا في جوانب كثيرة، كثر ما اهتمينا بالجانب الفني. حتى كان في مشاورات بيننا وبين مدرب الفريق بحكم أنه مدير فني، سواء كان حتى على مستوى اختيار الفرق كان من ضمنها، يعني كنا نشاور مدرب الفريق
شو الفرق اللي ممكن تثريه، شو الفرق اللي ممكن تراويه، إمكانية اللاعبين اللي عنده سواء كان الصغار أو الكبار أو حتى في مرحلة الإعداد. فإن شاء الله البطولة القادمة يعني أتوقع إن شاء الله، أو إن شاء الله خططنا أن تكون أفضل. ممكن نزيد عدد الفرق على حسب طبعا الفترة إذا كانت كافية. طبعا إحنا في رمضان قلنا إحنا مرتبطين دينيا بالعشر الأواخر، أشياء يعني من مقدساتنا. فإن شاء الله البطولة الجاية نتمنى أنها تكون في توقيت أريح شوي، تكونون أنتم أول الناس مثل ما كلمنا الأخ سلمان القريني، خلاص تربطون جرين لاين يعني. نعم، قال احنا معاكم في البطولة، وهذه أنا شهادة أعتز فيها، لأن هذا دليل نجاح الفترة الإعدادية في وجودكم وسط أهلكم في نادي بني ياس. تسلم الله. أنا الحقيقة أثني على كلام الأستاذ سلمان القريني مدير عام كرة القدم وعلى جميع الموجودين حقيقة نيابة عنهم. للأمانة جميع فريق العمل على رأسهم يعني أنت وجميع المسؤولين حقيقة، الشيخ سيف والشيخ سيف الخيري رئيس النادي، الجميع حقيقة قاموا بجهود جبارة، جهود يعني ملموسة، لم نشعر إلا وكأننا في بلدنا الثاني. يعني بهالمناسبة هذه يعني باسم جميع الجماهير النصراوية نود أن نشكركم ونقدم لكم جزيل الشكر، وهذا لا يستغرب على شعب الإمارات. واجب يا طويل العمر، واجب، واللي أنا أتمناه لكم التوفيق إن شاء الله. مثل ما قلت يكون هذا البطولة هذه تكون فاتحة خير على النصر وعلى جماهيره، وأنهم يساندون فريقهم وما عليهم من القيل والقال. ترى نادي النصر عالمي وين ما يروح. مشكور يا أبو هزاع، شكرا لك. مشكور الله. وهكذا جماهير النصر نختتم وإياكم معسكر الفريق الأول لكرة القدم والبطولة الودية الدولية الثانية التي نظمها نادي بني ياس الإماراتي بعد أن حقق لقبها نادي النصر، الذي نتمنى عز وجل أن تكون فاتحة خير وانطلاقة جديدة للفريق الأصفر بإذن الله في بداية الموسم الجديد. باسمكم جميعا نشكر الحقيقة اللجنة المنظمة وعلى رأسها سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ومدير البطولة الأستاذ مسعد الحارثي، وجميع مسؤولي نادي بني ياس الحقيقة الذين بذلوا جهود كبيرة في إنجاح هذه البطولة. كما نشكر أيضا الأشقاء في نادي الصفاقس التونسي، نادي الجيش السوري، الذين حقيقة أثروا هذه البطولة، ونتمنى أن تحققت الفائدة المرجوة من وراءها. كل الشكر، كل الأماني والدعوات والتوفيق لنادي النصر بإذن الله في منافسات الموسم الجديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.